بعد ما بوست بقى فتح معانا هنيجي هنا بقى نكتب HTTP API sign up، وبعد كده نكتب هنعمل المسود هتبقى بوست، وبعد كده هنعمل send. هنلاقي ان هو مبعتلناش اي حاجة. ليه؟ لان البرنامج قافل. هنفتحه بنبيم run div، هنرن الابلكيشن بتاعنا نبعت، هنلاقي مبعتلناش حاجة. ده عشان ايه؟ ده عشان احنا ما عملناش اكسبورت للفانكشن بتاعتي، عشان النكست يفهم هو عاوز انت عاوز ايه بالظبط. لازم تعمل اكسبورت. هتلاقي بعت لك ان السكسس بتساوي ترو، كده يبقى الفانكشن شغاله مظبوط. كده يبقى احنا عملنا التست بتاعنا. هنيجي هنا بقى نقول له ايه الداتا بقى اللي احنا هنبعتها من اليوزر. نقول له ابعت لنا، انت هتجيب لنا البادي من اويت ريكواير دوت جيسون. كنت في النوت جي اس والاكسبريس كنت بتكتب حاجه هنا اسمها حاجه بادي، اسمه بادي، وتجيب الداتا. لا، هنا بتكتب جيسون بالنكست جي اس. وبعد كده هتيجي بقى عاوزين نعمل بقى فاليديشن قبل ما نروح للسيرفر بتاع البوست جريس. هنيجي هنا ننزل شويه حاجات في التيرمينال. اول حاجه احنا عاوزين ننزلها وهو الزود. تاني حاجه عاوزين ننزل البيكريبت عشان نعمل انكريبت للباسورد، وهننزل الجيسون ويب دوك. نيجي هنا البيكريبت بيبقى ليها انواع التايبس عشان التايب سكريبت. هنيجي هنا ننزل التايبس بتاعتها، والجيسون ويب توكن اللي برضه تايبس فهننزلهم. الجيسون ويب توكن عشان نعمل التوكن، عشان نقدر نخزن الداتا بتاعتنا ونقدر نعينها يعني توكن. بعد كده نيجي هنا نكتب الفاليديشن بتاع الزود. نيجي هنا نقول له ايه const user schema تساوي z دوت اوبجكت. يا ترى اليوزر بيبقى فيه ايه؟ تعال نجيبها هنا في الجنب هنا عشان ما تلخبطش. فيه النيم والنيم ريكواير، هنقول له نيم سترينج، نقول له ايه بليز انتر نيم عشان لو ما دخلش النيم. ونيجي هنا نقول له الايميل زد دوت ايميل، نقول له بليز انتر فاليد ايميل. وبعد كده نيجي هنا نقول له الباسورد، نقول له زد دوت سترينج بليز انتر باسورد. تمام. هنيجي هنا بقى هنستخدم الزد هنا في الفانكشن بتاعتنا ازاي. نيجي نقول له كونست، نفتح قوس ونبعت، نقول له يوزر سكيما دوت سيف بارس، ونبعت له البوت. دي الداتا اللي هتجيلك من البوت اللي هو النيم والايميل والباسورد. هنيجي هنا نلاقي في شويه حاجات في سكسس وداتا وايرور. هنعمل اول حاجه للسكسس، هنقول له لو داتا مش سكسس يطلع لنا الايرور اللي جاي من زد ريتيرن نيكست ريسبونس. بعت لنا ريسبونس لليوزر وقول له ايه في مسج ده تبقى عباره عن ايه. هنقول له هنا الايرور error.issues.avalancer.message، وبعد كده الايرورز هتقول له ايه error.issues. احنا جبنا هنشوف دلوقتي هنبعت ريكوست نشوف ايه اللي هيجي لنا، عشان احنا ما بعتناش اصلا بودي جيسون. هنا قال لك ايه اول حاجه؟ قال لك ايه بليز انتر النيم اللي هو اول مسج اللي بتبقى هنا. هنقول له ماشي يا عم ندخل النيم، والايرورز كلها ايه النيم والايميل والباسورد. نيجي نقول له ماشي ندخل النيم، نكتب هنا جيسون ولكن نسميه ونبعت. هيقول لك بليز انتر فاليد ايميل، نقول له ماشي يا عم ايميل، نقول له مثلا محمد 123@gmail.com ونبعت. هيقول لك ايه بليز انتر باس، قول له ماشي ونبعت. كده بقى احنا خلصنا ايه الفاليديشن. كل حاجه كده تمام، مفيش اي حاجه في الفاليديشن. بعد كده لسه بقى ايه الداتا. احنا ممكن هنا نعرض الداتا اللي اتبعت، يعني نشوف response.json، نقول له ورينا الداتا، نبعت تلاقي بعت لنا الداتا هنا ايه الريسبونس بتاعنا. نيجي هنا بقى عاوزين نخزن الداتا دي في الداتا بيس، بس ايه عشان نعمل فانكشن الساين اب عاوزين اول حاجه نتاكد هل اليوزر ده موجود ولا مش موجود. فنيجي نقول له const is exist بيساوي بريزما اللي احنا عملناها او بريزما لان احنا بنتعامل مع برومس دوت find دوت user دوت find unique. لازم تعمل بعد كده نقول له ايه where اللي اليوزر النيم بتاعه اللي الايميل بتاعه بيساوي data دوت ايميل. لو موجود exist اعمل لنا ايه قول له return. نبعت له مسج صغيره كده نقول له ان انت روح اعمل لوجين على طول.
نقول له this user is please log in. تمام. لو بقى مش موجود هتقول له ايه؟ هنقول له عاوزين نكريت يوزر جديد. ماشي، نيجي هنا نقول له await const user تساوي await prisma دوت user دوت create الداتا. هنقول له الداتا هنا الايميل تساوي داتا دوت ايميل، النيم تساوي داتا دوت نيم، داتا اللي هي دي. وبعد كده الباسورد داتا دوت باسورد. احنا منزلين هنا فانكشن اسمها بيكريبت، فنيجي هنا نعمل استدعاء للبيكريبت، نقول له import bcrypt from bcrypt، ونيجي هنا نقول له await bcrypt دوت هاش ويحط لي فيها السترينج، وهو يبقى نحط له مثلا الصوت يساوي 10. ماشي، دي كده كريتنا اليوزر لو مش موجود. هنعوز بقى نعمل ميكرييت عشان خاطر نقدر نتعامل بيه بان احنا نحفظ بيانات الداتا، نعمل فيريفيكيشن والاثورايزيشن. فنيجي هنا نقول له بقى توكن بيساوي، هنيجي هنا نقوم بور جي دبليو تي فروم جيسون ويب توك. ماشي، نقول له جي دبليو تي دوت ساين، هتلاقي طلب منك حاجه، طلب البيلود اللي هي الداتا بتاعتك اللي انت هتدخلها. مثلا نقول له الاي دي يساوي يوزر دوت اي دي. طلب ايه تاني؟ طلب السيكريت او البرايفت كي، هندخله له ايه؟ هنخش عندنا هنا في الدوت ام في، نيجي هنا ونقول له جي دبليو تي سيكريت يساوي، هندخله مثلا اي حاجه دلوقتي، يكون مثلا كلمه سيكريت. وبعد كده هنيجي هنا في البروجكت بتاعنا ونقول له ايه؟ بروسيس دوت ام في دوت، ناخدها كوبي ونرفعها. جايب لك هنا ايرور بيقول لك ايه؟ ان ده مش سترينج. نقول له يا باشا استخدمها as string. ماشي، عايزين نخزن التوكن ده بقى فين؟ في الكوكي. فنيجي هنا نقول له ايه؟ const كوكي تساوي cookies اوت كوكيز. ماشي، ده اللي اصلا كده كده نكست جي اس بيوفرها له. دي كده تقول له كوكي دوت ست ايه يا عم؟ في هنا حاجات تقول له النيم وهو هيبقى اسم التوكن، الفاليو هيبقى التوكن اللي احنا جبناه، وبعد كده هنقول له ماكسيمم ايج هيبقى شهر مثلا، نعملها شهر. هنعملها ازاي؟ نقول له 60 ثانية في 60 دقيقة في 24 ساعة في 30 يوم، كده يبقى احنا ايه؟ عملناه كشهر. وبعد كده نقول له HTTP only هيبقى true، وهنقول له الباس هيبقى الصفحة بتاعتي. وبعد كده ايه؟ هنجرب بقى، نجرب على مسلمان ونشوف ايه اللي هيحصل عندنا. نبعت نقول له send. معلش لحظة واحدة، نسينا نعمل ريسبونس نرد بيه على اليوزر ان هو العملية نجحت. نقول له next dot response dot json، نبعت مسج نقول له successfully create new account. ماشي، وبعد كده نقول له الستاتس 201 اللي هو create، ونبعت تاني. هو كده كده اصلا عمل اليوزر ده. لو جينا نبص في الداتابيز لان احنا هو اتبعت، جينا نبص في الداتابيز هتلاقي اتبعت عشان احنا ايه؟ ونفذ العملية. هو كده كده عمل، ممكن نحسبه مثلا من هنا ونرجع تاني نقول له ايه؟ send. هتلاقي بعت لنا بيقول لنا ايه؟ ان انت عملت اليوزر سكسسفول. نيجي هنا نعمل ريفرش تاني الداتابيز بتاعتنا، هتلاقي ايه؟ كرييت، عمل له كرييت وكل حاجة تمام. هنيجي هنا نشوف التوكن في الكوكي، خش هتلاقي هنا عملوا لنا السيت اهو، وحط لنا الداتا بتاعته هنا. تمام، عاوزين بقى نعمل اليو اي بتاعت الساين اب عشان نقدر نستخدمها. فنيجي هنا تاني نرجع لصفحة البيج، نعمل ساين اب، نكتب فيها بيج دوت تي اس اكس. تمام، نيجي هنا نفتح البرنامج بتاعنا، نفتحه لنا، نعمل ساين اب، هنلاقي جابه لنا هنا ايه؟ ساين اب. عملنا هنا صفحة الساين اب زي ما انتم شايفين.